السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا مهنيين. جبت لكم وصفه كعكعات مسكرين بالطليه بزاف بنان، واش نقول لكم طريين طريين طريين. هنا راح نتبعوا الوصفه غير بالعقل. ما تنساوش تشتركوا في القناه هكذا يوصلكم كل ما هو جديد، وتشوفوا لا فيديو هكذا باش تعرفوا مليح الطريقه. وراح في الاخير راح نقول لكم على السعر تاع الحبه تاع كعكعات. هنا عندي 125 غرام تاع مارغرين. درت لها كاس تاع زيت تاع لاتاي. درت لها نص كاس تاع مزهر. درت لها مغرفه صغيره تاع لافاني. ودرت لها هنا 3 مغارف تاع السكر الناعم. هنا حنكتب لكم كامل المقادير هذوما في صندوق الوصف. هنا درت انايا العجينه صغيره، ما درتش كميه كبيره، خرجت لي 25 حبه. رايحه بالباتور كما راكم تشوفوا نخدمها على شكل كريمه. يعني هنا غير بالباتور ونقعدوا ندوروا حتى كيما نديروا لي صابلي. راح نخدم عجينه كيما تاع لي صابلي، حتجيكم طريه هايله وبنينه. اللي عندها السمن، هذه كملاحظه في بلاصه المارغرين تقدروا ديروا السمن هكذاك ماشي دايب، تخدموه كريمه كيما درت المارغرين. ورايحه نحط الفرينه بطبيعه الحال غير بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه بالبزاف، يعني كيما ديروا الصابلي. هذيك هي العجينه اللي نحصلوا عليها. زيد شويه تاع الفرينه ورايحه نلم العجينه تاعي. هنا نروحوا للوز تاعنا اللي كنت هنا درت 3 كيلات لوز، كيلة سكر. انا كيلت بهذا الكاس الصغير لانه كما قلت لكم الكميه صغيره. 3 كيلات لوز. انا اللوز هنا بالقشور ديالو رحيته باش يجيكم يعني يجيكم بنين، ولا حمصوه تاني يطلق لكم بنه ما شاء الله خير ملي ديروه هكذاك بيض. درت له كيله تاع السكر ورايحه نطمو بالمزهر وديروا شويه لافاني يعني من الاحسن، ونلمو كامل العجينه تاعنا. هنا كما راكم تشوفوا هاد ليمون هما اللي راح نخدم بهم الكويرات تاعي. العجينه تاعي هنايا كيلتها 30 غرام، وعندي اللوز كيلته 20 18 هكذايا، لانه راكم حنديروه في الوسط. شوفوا الطريقه سهله بالبزاف، حنوريكم الطريقه السهله اللي كامل اي مبتدئه اي وحده ما تعرفش تخدم كعكعات رايحه تولي تخدمهم بطريقه يعني بزاف سهله. شوفوا هنا ديروا الحشو تاعكم على الشكل طويل هكذاك حربوش، وتدوروا بهذه الطريقه ولصقوا مليح العجينه باش ما تتفتح لكمش. هنا العجينه كما قلت لكم كي خدمناها على شكل كريمه رايحه تجيكم طريه طريه بزاف، خير ملي تذوبوا المارغرين ولا تذوبوا السمن وتحطوها. شوفوا هنا تفتحوا الجهه وحده، يعني تفتحوها باش تقدروا تدخلوا هذاك العجينه تكون صغيره منا كبيره ومنا صغيره، وتدخلوا في الوسط وتحطوهم في هذوك لي مول اللي عندها يعني المبتدئات اللي تعرف دير مرفه تخدم يعني بلا ما تحط في المول تاعها، واللي ما تعرفش هكذا المول راح يساعدكم. وتاني رايحه تجيكم حبه قد خدها، يعني هنا قد ما ديروهم في المول تاعكم رايحين يخرجوا حبه قد خدها، وتقدروا يعني ما تطيبوش فيهم. شوفوا انا عنديش يعني بزاف مانيش راح نطيب فيهم، يعني ديروهم هكذايا وتعاودوا تحبطوهم من المول، يعني حنطيبهم هكا بلا المول. المول راح يعطيكم الشكل فقط. نزيد معاكم حبه ثانيه هكا تكوروا على شكل حربوش، تحلوا العجينه مليح بالحلال. وكوروا بهذه الطريقه. شوفوا طريقه بزاف سهله. لصقوا مليح العجينه تاعكم. العجينه كي تكون طريه محاش تنحل هكذا. الجهه وحده فتحوها شويه والجهه تكون مغلقه، وراكم حندخلوا غير هكذا. يعني بزاف سهله هكذا، طريقه بسيطه جدا. كيما نعرفوا اللوز راهو حبط شويه، يعني ما راهوش غالي، راهو يدير 130 140 حتى ل 150، راهو حابط شويه في السومه تاعو هكذا. واحد يقدر يدير الحلويات يعني في البيت، ولا تاني يديرها للمناسبات ما حاش تخرج بزاف غاليه. هكذا رايحه نعمر كامل السنيوه تاعي وطيبتهم هكذا كما راكم تشوفوا بيوضه.
يعني شوفوا اللون الاصفر، ماشي ما يروحوا لكمش الكحل بزاف. راح نبداو نديروا الطليه تاعنا اللي فيها كاس غير ربع تاع الحليب. انا هنا عبرت بالكاس تاع لاتاي لانه كما قلت لكم العجينه صغيره ماشي كبيره بزاف. كاس غير ربع مزهر، يعني نفس الكاس راني نكيل به، ونزيد كاس غير ربع تاع الزيت. نخلطو مليح هكا بالفوي تاعنا، نخلطو غير بشويه. وهنا كنت درت كولون، درت ملون احمر، درت منه شويه لانه راح نتحصل على اللون الوردي، يعني غوز كلير، غوز بيبي، جاو بزاف شابين. هنا حيبان لكم فونسي شويه، بصح كي حنزيد له السكر وراح يعني الطليه راح تولي بارده، ما حاش تقعد هكذا فونسي. السكر هنا كنت غربلوه من الاحسن تغربلوه باش ما يجيكمش هذوك الحبيبات تاعو الكبار وتقعدوا غير تفتحوا بهم. نحطو غير بشويه ونخلطو. شوفوا الطليه اللي تحصلت عليها واللون اللي تحصلت عليه. شوفوا قلت لكم يعني رجع بزاف بارد. هنا درتهم هكا، حطيت الحبه ورايحه نطليها. وطليوهم هكذا غير بالعقل. شوفوا يعني كل واحد كيفاش يطلي. انا هنا عندي كميه صغيره على بها يعني درتها هكذايا. كي تكون عندكم كميه كبيره راح تختلف يعني العمليه تاع الطلي تاعكم. حبطوا مليح هذيك الطليه الزايده اللي راهي تحبط، نفضوها وتحطوهم هكذا غير بالعقل وتخليوهم ينشفوا. شوفوا هنايا نحيو الحبيبات هذوك اللي راح يبانوا، نحيوهم. طريقه يعني درت لكم طريقه مبسطه يعني سهله بالبزاف. هنا السعر تاع الحبه تاع الكعكات راهي ما بين 12000 حتى ل 15000. كاين بزاف اللي ما يحسبوا فيهم 15000 يعني، وكاين اللي ما يحسبوا فيهم 12000 للحبه، 13000. كل وحده شحال يتحسب فيهم. على اللوز راه حبط شويه، يعني نورمالمون السومه تاعهم يحبط شويه، ماشي كيما اليامات اللي فاتوا اللي كانوا بزاف غاليين. هنا راهم يديروا 13000، يعني انا نخدم فيهم بهذا السعر هذايا. على بها راني قلت لكم وكل وحده كيفاش تخدم. نفضوا مليح هذيك الطليه. وعلى حساب تانيك السعر يتحسب تاني على حساب الديكور، يعني الوردات اللي تحطوهم. كل واحد الوردات اللي يحطهم كاين اللي غاليين وكاين اللي رخاص. هذا هو الفيديو تاعي نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نتلاقاو في فيديوهات اخرى باذن الله. الى الملتقى والسلام عليكم.